السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ في حاجة مهمة كلما ادركتها مبكرا في الحياة كلما ده هيساعدك جدا جدا جدا، الا وهي اي ضغط او اي ستريس او اي حاجة مضايقاك او طاقة الغضب والحنق والضيق والانفعالات وكل الحاجات بقى، سواء جاية من الشغل او من الدراسة او من الحياة او من السواقة حد كسر عليك، اللي هو ايه، الطاقة ديت طاقة خطيرة جدا. تمام. المشكلة الكبرى بتكمن ان الانسان للأسف الشديد احيانا، بل للأسف الشديد غالب الناس بيخرج هذه الطاقة ويفرغها في المساحات الآمنة، وعلى من يأمن جانبه، اللي هم مين؟ الأسرة في بعض الأحيان، الغرباء. يعني حد غريب كده يقوم ايه مفرغ عليه، هو ملوش ذنب في اللي ضايقك اصلا او اللي عصبك او اللي عامل لك مشكلة، ولكن انت بتفرغ هذه الطاقة في هذه المساحات الآمنة. يعني ايه مساحات آمنة؟ يعني انت تأمن ان مش هيجي لك يعني باك فاير او مش هيجي لك رد فعل قوي، وإلا لو انت عارف ان الشخص ده هتقول له واحد هيقول لك 2 و3 و4، فانت لا، مش هفرغ الطاقة مش هفرغ طاقة الغضب هنا. الناس بتفرغهم للأسف الشديد على من تأمن جانبهم، زوجته، مراته، احيانا الوالد او الوالدة. يعني عارف، احيانا الانسان للأسف الشديد يعني بيشت where he eats، وما ينفعش تفرغ هذه المخرجات السيئة جدا والنفايات الضارة في المكان اللي انت المفروض ان هو مساحة آمنة بالنسبة لك، بل ان ده يعزز من الخسة والجبن والخوف وعدم الرجولة. ان انت ما كنت ترد او كنت تواجه اللي سبب لك هذا الغضب وهذا الحنق وتلك المشاعر السيئة، ولكن لا، انت بتاخدها معاك، تحتفظ بيها جدا، وانت تفرغها بقى في المكان اللي المفروض ان هو بيحتضنك، او المفروض ان هو يعني طبطب عليك، او المفروض ان هو مالكش اي علاقة بيه. مثلا واحد على السوشيال ميديا كتب حاجة ما عجبتكش، بقى يا نهار اسود، تعال ودي بشكل لا يتناسب مع الموضوع اساسه، وبشكل غير مبرر، زي ما بيقولوا دلوقتي تصعيد غير مبرر. لو انت بتصعد ليه الاوفر رياكشن ده؟ فانا متفاهم ده جدا، يعني متفهم ده، وخدت بالي منه الحمد لله من بدري شوية، وكمان يعني بأشفق على كتير من الناس ان هو لما تلاقي ان رد فعل غير متناسب تماما مع الموضوع، فانت ده راجل بينفس كل الضغوطات وكل الحاجات اللي تعرض ليها في الموقف ده. فبس دعوة بس انك تكون واعي انت بتعمل ايه وبتعمله ليه، وهدي على الاخر، الاولى انك تطلع طاقة الغضب ديت في محلها الصحيح، اما للناس اللي تسببوا لك في هذا الامر مباشرة كده وصف حساباتك بدري، او انك تطلعها بشكل غير مباشر، في الجيم، في الرياضة، في السباحة، في تمشية، في قاعدة مع الصحاب. قاعدة الصحاب برضو بتبقى متنفس قوي جدا، يعني الانسان يقدر ينفس فيه عن الضغوطات ديت من خلال ان هو يقعد يعني يزعق ويسب احيانا طلع اهم حاجة ما توداش البيت. تمام. واصحابك يعني انا شايف ان هم بصراحة من المساحات الملائمة جدا جدا، انك اشكي يابا، اشكي وطلع كل اللي جواك، واخد بالك، لكن ما تطلعهوش على حد ملوش ذنب او ملوش دعوة، او ان انت بس انك كونك بتأمن جانبه. بل اني لاحظت حاجة مهمة جدا، في ناس لسانها سليط على السوشيال ميديا عامة، كويس،
فدول الناس تتجنب ان هي ايه تنكشه او تعصبه او تضايقه. ليه؟ مش هيسكت، هو فيما يبدو فاضي. فانت لا، تعالى لي بقى حفلة ويطلعك المسرح ويظبط عليك والدنيا تمام. فهذا لا يقترب منه احد. ده ليه؟ عشان في رد فعل باكلاش قوي جدا، في حين ان انسان احيانا بتلجمه اخلاقه. مثلا انسان بتلجمه اخلاقه، وراجل يحافظ على كلامه، وراجل هي كل الناس تحسن طبعا السب والشتيمة مش قضية، ولكن في انسان يترفع عن هذا، يعني مش لا يعني نفسه لا تطاوعه. تمام. فتلاقي لا يعني ده ممكن نستبيحه شوي كويس. فما تبقاش كده، لان ده ان دل على شيء فانما يدل على قلة الرجولة، وبتعزز من صفات دنيئة زي الخسة والجبن والخوف. انك يعني ما دام امنت جانب حد فانت بايه بتستبيحه. لا، ما تعملش كده، بل بالعكس ده اولى انك ايه تترفع تماما 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 عن حاجة زي دي. كلنا طبعا بنتعرض لضغوطات، وكلنا بنتعرض لستريسز. وامبارح بصراحة يعني امبارح كان يوم ضاغط جدا جدا علينا، كان مليء حاجات سيئة جدا ضاغطة يعني، واخبار سيئة وحاجات زي كده. بس لا، انا ما اخدش ابنها معايا البيت. you don't shit where you eat. you don't shit where you eat. مثل حلو قوي وينطبق هنا. تمام. just a reminder ladies and gentlemen, just a reminder مهم من الحاجات او المساحات اللي الناس بتستخدمها كبانش باج او كبانشنج باج او ككيس ضرب، ان هي تطلع فيها كل حاجه. خدمه العملاء او السيلز بتاع اي حاجه. وده لان بيبقى في سبب وجيه جدا جدا انك تتعصب عليه، وانك ان هو بيخترق خصوصياتك، بيتصل بيك في وقت مش مناسب، انت ما تعرفوش، بيبيع لك حاجه مش مناسبه ليك، بيضيع عليك وقتك، بيفسد عليك سكونك، كل الحاجات الجميله دي. والحقيقه النهارده يعني انا لدي كل الاسباب ان انا اتعصب واغضب، لان بص كميه الارقام. بص دي كلها ارقام رن عليا، ورن في وقت يعني ايه على مدار شوف يعني على مدار دلوقتي 6 ساعات اتصالات عشان ايه تقريبا الخط الارضي في مصر فصلنا خدمه الانترنت من عليه. فكله بقى عمال ايه، كل الشركات بقى ايه عماله تبعت عشان تبيع لك البتاع دي. فده يعني اولا سلوك مش صحيح تماما يعني. ده ازعاج يصل لمرحله تستدعي ان يكون في حاجه راضعه لشيء زي ده. ولكن في نهايه الامر he's doing his job. هو الراجل بيقوم بوظيفته، هو الراجل بيشتغل، هي دي شغلانته. هو بياخد فلوس علشان يتصل بالناس ويبيع لهم الخدمه دي. ففكره انك تترك كل حاجه وتيجي على اضعف سلسله في الموضوع كله وتضغط عليه وتشتمه وتسبه وتفرغ فيه طاقه الغضب اللي هو مش مصدرها اصلا، ده مش صح. في اوبشن ظريف في التليفون ده ان هو اي رقم مش متسجل في الكونتاكتس عندك ما يرنش. فانا مفعل البتاع ده وعامله صامت، وكل الارقام دي طبعا هعمل لها بلوك مانيوالي علشان ما يعيدش الاتصال تاني. اعملها زي مصيده كده هاني بات علشان حاجه زي دي. ف ده مثال واقعي والله يا وقت يعني سبحان الله ده حصل النهارده، ومتناسب جدا مع موضوع انك يعني كن رؤوف يعني وانت بتكلم اي حد من خدمه العملاء. يعني حط في بالك انه ممكن يكون واحد صاحبك، اخوك يا اخي، ممكن يكون اشتغل شغلانه في يوم من الايام، انت ممكن اشتغلت او تشتغل شغلانه، ما حدش عارف. فيعني اللي انت بتكلمه ده انسان بني ادم ليه مشاعر، يتاثر باللي بتقوله له. يعني في كتير من المرات لما بكلم خدمه العملاء لا بقى بساله ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه، ازاي صحتك، مبسوط،
اللي هو ايه يعني، حسسه انت بتتكلمش AI، انت بتتكلمش ماشين، بتتكلم بني ادم. واخي في ميزان حسناتك يا اخي، يعني الراجل ده يعني الناس بتتعامل معاه على انه زي ما بقول لك بانشنج باك، كل يوم مشاكل، طول الوقت مشاكل مشاكل مشاكل. هو اللي بياخد الهيت، هو اللي بياخد الزعيق، هو اللي بياخد الغضب. والطاقه ديت ما بتتبخرش، لا هي بتاثر فيه بكل تاكيد. ف بي كايند، بي كايند يا صاحبي، بيكوز الحياه غير رؤوفه بكثير من الناس بل بالكل. ف بي كايند. ايه بقى؟ ايربودز ماكس تقيلة قوي ما شاء الله. الاحساس ده احساس رهيب رهيب. كده عملنا انبوكسنج. لسه الحته اللي تحت كمان. اوكي اديله بي رولز. بسم الله. واو. لا ده الورق تقيلة مرة يا اخي، مرة بس كده مفيش حتى بس هي تقيلة، سماعة تقيلة بالجراد. ناس كتير بتقول لك بتوجع لنا راسنا لما نقعد عليها كتير. طيب هو ده ورق صح؟ شيل الورق ده اقطع. انت بتتعامل معاه بحنيه كده؟ لا صغير خايف مش عوايدك يعني. لا اقطع حاجة. لا شيل دي كده. ايوه دي كده. هم اكيد مصممين انها تتشال ايزي يعني. الجراب هو التقيل شوية برضه. شيل بقى الجراب. اوف. الجراب الكفر تقيل. بتاع الكب مش لازم. تقيل، السماعة نفسها تقيل. يعني تعمل لها نص كيلو، 600 جرام 700 جرام كمان 800 جرام. تقيلة برضه. تقيلة. فيها زرار هنا اهو، شايف ده اللي هو الكراون بس، ده اللي بتعمل منه كل حاجة. يلبس كده وقول لي الفيلينج. شغالها ده متنورش تقولش اي حاجة. عايزة تشحن؟ لا المفروض بتيجي فيها 40% مثلا. حطها على ودانك عشان لو ممكن يتعمل صوت او حاجة. نويز كانسليشن شغال. ده ترانسبيرنسي كده. نويز كانسليشن مش سامع حاجة والله، مش سامع خالص. خالص. استنى لا خالص. كل شيء تلمسك بس ما اتكلمش. مش للدرجات دي. هو اصلا ما اتكلمش. عارف اللي بواب، الراجل اللي كان بيبيع بواب وقال له ايه اللي بواب دي ما بتعملش صوت خالص، ما تطلعش صوت بره خالص. اتكلم كده. هو انت بتتحكم في المودز من الزرار الكبير. من الكراون ولا لا الكبير ده. اوكي تست كبير يا اخي. لا النويز كانسل بتاعها عالي. سمي كده مثلا. ومحتاج ان انا اعمل في حياتي 1 و2 و3 واصبحت ايامي. وانا سامع الصوت بس لا ده صوت صوت اللابتوب. لا بس تقيلة فعلا يعني. ناس كتيرة كانت بتشتكي ان هي ما بتقدرش تلبسها مدة طويلة بصراحة، يعني بسبب ان هي تقيلة. السوني احسن من يلا يا اسطى. يعني مقارنة بالسوني، السوني خفيفة خالص. هات السوني كده. هات السوني. مفيش زوم هنا. السوني هناك. هاتها يا عم. انت بتعمل انت هتزوم عليه. لا
لا يا اخي لا 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 لا. دي خفيفه ريشه. دي ما تجيش 200 جرام، جرب كده النويز دي 800 جرام مثلا. بس دي كلها بلاستيك. لا معدن بقى. I would like ان انا اعمل ايه كده كده احنا نويز استنى كانسلينج برضه. استنى نويز كانسلينج نويز كانسلينج برضه. هتجيب الميزان؟ اكيد الناس اللي عملوا لها ريفيو وزنوها. ده ميزان الفي 60 ده. لسه ما صفرش. مش هيصفر كده. اشتغل. صفر يا باشا. ديت 380 جرام حاجة و80. 300 قول 380. دي ما تكملش 100 جرام 100. لا 240 ربع كيلو. بس دي اتقل بكتير يا اخي. مش عارف لا حسيت. بس النوز كانسلنج هنا مش عارف، حاسس ان هي زيادة يمكن هنا. يلا نجو. تصميم يعني اول برودكت بصراحه تصميمه بقى غريب، والاستخدام بتاعه اغرب، والشنطه بتاعته اغرب واغرب. شنطه عجيبه قوي بصراحه. يعني ازاي ان دي شنطه سماعه يعني. انا ليه حاسس ان ميزان بينصف بس لا تمام. اوكي احنا بنصور دلوقتي بس الحته دي فاضيه تمام، واحنا اوريدي زي ما انتم عارفين البتاع اللي زي ده وقع واتكسر، فهنضطر مش مضطرين بصراحه يعني، بس انا حابب يبقى في نوع من السيمتريه. والله المساحه دي برضو تاخد لها 4 ما تاخدلهاش 2 بس، فممكن حتى نشتري كام فريم كمان ونعلقهم في المساحه دي بحيث يعني تبقى كويسه. وانا ليه بقرب من الميكروفون وانا بتكلم؟ انا حاسس ان انا بقرب من الميكروفون لربما يلقط هنا، بس لا يعني تصدق محتاجه لها كام واحد بصراحه، مش واحد بس. فخلينا نجيب، احنا كنا جبنا مكان ما كنا مع ابراهيم، كنا اشترينا سوبر جلو بس مش عارف حطيناه فين. هو هنا شفته صح؟ هنا عظيم الحمد لله. شوف الاضاءه يا اخي، جميله الاضاءه. عرفنا نتصرف ونلزقها، فيعني الشكل كده يعني احسن كتير الحمد لله. المهندسين برضو يا جماعه، المهندسين بيعرفوا يلاقوا حلول. الحمد لله كان يوم منجز. يعني احيانا يبقى يوم صعب عارف اللي هو ايه، مش يومك. واحيانا لا اليوم بيبقى عظيم مليء بالحاجات الكويسة، وفعلا بتعمل اللي وراك يعني. فهي ميكس ما بين ده وده، سويت اند ساور. يلا تصبح على خير.